نرحب بكم من جديد في برنامجكم برنامج أحداث الساعة. والنهاردة هتكون حلقة مهمة جدا 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 لتكتمل الصورة لأهالينا في كل محافظات مصر عن تقسيم الشرق الأوسط. والنهاردة طبعا مع حضراتكم بنحاول إن احنا نوضح الصورة لكل أهالينا في كل المحافظات، وهيكون ضيفنا وضيفكم الكريم معنا الأستاذ أحمد فتحي، الباحث في الشؤون الإرهابية والتقسيم الشرق الأوسط. برحب بيك يا أحمد بيه في برنامج أحداث الساعة، برنامج الشعب ومن الشعب إلى الشعب. طبعا أحمد بيه كنت معانا في أحد الحلقات وكنا بنتكلم عن موضوع الكربون الأسود، والنهارده بنحاول نكمل بعض الملفات عن موضوع تقسيم الشرق الاوسط، واحنا داخلين طبعا السنه القادمه على موضوع انتخابات الرئاسه، وايه التلاعب اللي بيتم من الخارج، وايه منظومه التقسيم الشرق الاوسط يعني الرؤيه الواضحه لاهالينا في كل المحافظات، لان طبعا انت عارف ان النهارده اهالينا الصوره ما بقتش واضحه ليهم. يعني احنا بنحاول من برنامجنا بنعمل حاله توعيه للشعب المصري في كل مكان عشان يعرف ايه قصه التقسيم في الشرق الاوسط. موضوع التقسيم في الشرق الاوسط انت شايفه ازاي؟ طيب بص يا استاذ هاني، اقول لحضرتك على حاجه. اولا مشروع التقسيم ما هوش مشروع وليد اللحظه وما هوش جديد، ده مشروع بادئ من زمان جدا، ومتهيألي او لم يخفى على احد ان هو قائم بالفعل. واللي بيحصل النهارده في الشرق الاوسط هو جزء منه. المطلوب من اللي بيحصل في الشرق الاوسط ليس ثورات، ليس تغيير نظام، بل المطلوب هو تفتيت المنطقة بالكامل. ليه تفتيت المنطقة بالكامل؟ في كيان مغروز في منطقة الشرق الأوسط بيسمى إسرائيل، دولة الكيان المحتل. إسرائيل دي كلها عايشة على نبوءة، ألا وهي مملكة داوود. والنبوءة ديت يعني العقيدة الدينية بالظبط، هي نبوءة دينية فعلا. نعم. حدودك من النيل إلى الفرات يا إسرائيل. ثانيا ان هذه الدولة مش ممكن ان هي تكون دولة قوية ومنفردة بالسلطة في وسط وطن عربي قوي ومتماسك. فارتباط قوتها شرط اساسي بتفتيت الوطن العربي وتقسيمه، وبناء عليه صاغوا المخططات ولعبوا على تجنيد الشباب، والكلام ده من واقع اقوالهم وفيديوهاتهم ومخططاتهم. احمد بيه هنقف بس عند حته خطيره جدا، وانت حضرتك بتتكلم فيها دلوقتي، بتقول ان الكيان الصهيوني ما ينفعش يعيش وسط دول الوطن العربي وهي الدول المتماسكه. يعني هل المؤامرات اللي شغاله والشكل العام من الكارثيات اللي بتحصل حوالين الوطن العربي هو اساسها الدوله الصهيونيه الماسونيه الاسرائيليه، الكيان الصهيوني داخل الوطن العربي؟ ما فيش غيرها. نعم. لو ما فيش غيرها اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. لو حضرتك نظرت للتاريخ قبل هجرة اليهود لفلسطين ونظرت لنفس التاريخ بعد الهجرة، هتلاقي الدنيا مختلفة تماما، من الأحداث، من العمليات الإرهابية، من التفجيرات اللي حصلت، من الحروب اللي الشرق الأوسط دخل فيها. يعني هقول لحضرتك على حاجة. في واحد اسمه برنارد هنري لويس، ده مستشار وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط في عهد بيل كلينتون، عفوا في عهد جيمي كارتر، الرئيس 39 جيمي كارتر. عمل مشروع تقسيم واسماه حدود الدم. قسم فيه الشرق الاوسط واسماء حدود الدم. حدود الدم. اتفضل يا فندم. سلم المشروع ده لبريجينسكي نائب رئيس جيمي كارتر. ده كان سنة كام يا احمد بيه؟ ده كان 81. سنة 81. 81 سمى المشروع ده بحدود الدم. عفوا. وحدود الدم ده بيهدف لتقسيم منطقة الشرق الأوسط. وبريجينسكي خد المشروع وقدمه للكونجرس، والكونجرس أقره، وبيل كلينتون صدق عليه. وبناء عليه تم تزويد هذا المخطط بخرائط، وبعد كده الكلام ده كله اتسرب سنة 95 96، واتفضح المخطط واتنشرت الوثائق من داخل مكتب الاستخبارات الوطني الامريكي، لدرجة ان هو كان مقسم مصر ل4 دول، وتحديدا
يعني بدأ التقسيم سنة 1981، بدأ مشروع التقسيم على مستوى الشرق لا الأوسط ده كان كله. احدث، لا التقسيم كان بدأ قبل من كده بكتير قبل من جدا. كده، لكن ده كان أحدث مشروع أو أحدث مشروع تقسيمي بدأ فيه من سنة 81. هو التقسيم الفعلي بادئ سنة 16 1916 1916 ده التقسيم الفعلي. مم. بس كان مراحل، اي تقسيم او اي مخطط لازم يعدي على مجموعة مراحل. فاول مرحلة هي كانت تمكين اليهود من فلسطين، اللي هي كانت مرحلة سايكس بيكو. مرحلة سايكس بيكو اتفضل. بالظبط. اللي احنا فيه النهارده اللي هي المرحلة تعتبر اخطر مرحلة. نعم يا فندم. المرحلة اللي احنا فيها النهارده تعتبر اخطر مرحلة بنمر بيها. ان احنا نوصل النهارده لمرحله تقسيم الشرق الاوسط، واحنا النهارده بنحاول يعني ننتمي بالدوله المصريه ونحاول ان احنا نرتقي بيها، واحنا ما زلنا في هذا المشروع ووصلنا للمرحله الاخطر. ما هو حصل بالفعل، ما هو التقسيم حصل بالفعل. يعني عند حضرتك لما المخطط هقوله لك بالتفصيل، المخطط ده من 81، اللي حصل من بعد 2011. طب ايه رايك يا احمد بيه، ما تيجي نبص على الخريطه كده مع المشاهدين ونشرح ايه قصه التقسيم اللي تمام وصلنا يعني لمدى الخطوره اللي موجوده في التقسيم. زمايلي في الاعداد لو سمحتوا ممكن يعني نعرض الخريطه، ومعانا احمد بيه معانا الخريطه على الشاشه قدام الساده المشاهدين اهالينا في كل المحافظات عشان نعرف ايه قصه موضوع التقسيم الشرق الاوسط، لان احنا النهارده بننفرد من قناه مصر البلد، بننفرد لاهالينا في كل المحافظات واهالينا في كل الوطن العربي ايه قصه موضوع التقسيم. اتفضل يا احمد بيه. ده تقسيم جمهوريه مصر العربيه زي ما هو موضح في الخريطه. اول حاجه دوله اسلاميه دي تضم شمال وجنوب سيناء باجوارهم، ودوله قبطيه مسيحيه ديت هتكون عاصمتها الاسكندريه كما هو موجود في المخطط، وتمتد حدودها من جنوب بني سويف حتى جنوب محافظه اسيوط، ثم تتوغل غربا لتضم معها محافظه الفيوم، ومن ثم تمتد على خط القاهره اسكندريه الصحراوي من خلال مدينه وادي النطرون، وتضم اجزاء الممتده على الشريط الساحلي لحد مرسى مطروح. تمام. ودولة تانية نوبية تكون عاصمتها محافظة أسيوط، ودي تربط الجزء الجنوبي المتبقي من الدولة القبطية لحد شمال السودان، وبالتالي تحصل لها تداخل مع منطقة الصحراء الكبرى وتدمج مع دولة البربر اللي هم هيقسموها في بلاد الوطن المغرب العربي. ودولة الدلتا وتضم شرق الدلتا وتكون عاصمتها القاهرة، وكما هو مخطط ليها تكون تحت الهيمنة والنفوذ الإسرائيلية. دي بالنسبة لدولة الدلتا. اما يا احمد بيه، يعني احنا شايفين دارفور على الخريطه من تحت، ايه قصه دارفور اللي موجوده؟ انت بتقول على التقسيم اللي موجود دلوقتي على الخريطه، بتقول ان احنا ما زلنا في خطوره اكتر مما سبق. تمام. بص يا فندم، لو حضرتك تفتكر القضية اللي كانت في 2011 2012 بتاعة التمويل الأجنبي، هتلاقي ان السلطات المصرية دهمت مقرات كتير جدا بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، منها أجنبية ومنها مصرية. دي كانت أيام الثورة وموضوع المجتمع المدني بالظبط كده. الموضوع ده أخد من 2011 ل 2012، كان من ضمنهم قضية رقم 173 لسنة 2011، والقضية رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل. دي كانت تخص المعهد الديمقراطي الأمريكي. ده موجود أو مقره في 7 شارع بوليس حنا. مش اللي هو بتاع سعد الدين ابن خلدون؟ لا، سعد الدين إبراهيم ده بتاع مركز ابن خلدون. بتاع مركز ابن خلدون. بس هو كان داخل برضه في القضية سعد الدين إبراهيم. عشان القضية كان فيها مجموعة كبيرة جدا من مصريين وفيها مجموعة كبيرة جدا من أجانب. هقول لحضرتك دلوقتي كلهم بالأسماء. اتفضل يا فندم. في المعهد الديمقراطي الأمريكي اللي هو موجود في الدقي، لما السلطات المصرية دهمته لقت فيه نفس الخريطة ديت اللي احنا كنا عارضينها شوية. الخريطة اللي كانت على الشاشة قدام أهلنا في كل المحافظات. نفس الخريطة اللي هي التقسيم بتاع الشرق الأوسط. مظبوط. نفس المشروع. اتفضل يا أحمد. نفس الخريطة. وتم القبض على مديرة المعهد ده واسمها جولي انيور. عندها 44 سنة. جولي انيور دي أمريكية الجنسية. أمريكية. والغريب ان هي راحت اشتكت السلطات المصرية، عملت محضر في الشرطة المصرية. عملت محضر في الشرطة المصرية. على سبيل ايه؟
انتوا ازاي تدخلوا تداهموا المكان بالرغم ان كان في اذن نيابه وكل الاجراءات القانونيه سليمه. ان المكان ما كانش في مصر، يعني مداهمه الشرطه المصريه دهمت المكان انها مش موجوده في مصر وباذن نيابه وباذن نيابه، وطلعت من جوه مخططات وطلعت من جوه خرايط وطلعت من جوه فلوس غير مسجله لدى السلطات المصريه. وراحت عملت محضر في الشرطه المصريه. عملت محضر في الشرطه المصريه وجنسيتها امريكيه. امريكيه. اتفضل يا احمد بيه. عملت محضر فعلا. اتفضل يا احمد بيه. وتم مداهمه برضه مقر فريديام هاوس في 65 شارع عائشه التيموريه بجاردن سيتي، وتم ضبط فيه مستندات ووثائق بتؤكد التمويل وحصول هذه المنظمه على تمويل اجنبي. وتم مداهمه مقر جمعيه سهم الثقه 7 ابريل، ده غير 6 ابريل، غير حركه 6 ابريل، دي جمعيه اسمها طبعا جمعيه موضوع 6 ابريل احنا هنتطرق ليه دلوقتي لان طبعا قصه كبيره مش صغيره. مظبوط. حركه 7 ابريل لا ده جمعيه اسمها جمعيه سهم الثقه 7 ابريل، هي اسمها كده على بعضها. تمام. جمعيه سهم الثقه 7 ابريل. وديت موجوده في عزبه الفولي في مركز ابو سوير محافظه الاسماعيليه. لما تم مداهمه المكان ده تم ضبط مجموعه خرائط، من ضمنهم الخريطه ديت، مجموعه خرائط اخرى من النظام الكروكي لمجموعه كنائس موجوده في مصر، وتحديدا الكنائس الارثوذكسيه. وتحديدا الكنائس الارثوذكسيه. تحديدا الكنائس الارثوذكسيه. اتفضل يا احمد. اللي النهارده بتتفجر. اتفضل يا احمد. ولو حضرتك نظرت هتلاقي جميع التفجيرات اللي بتحصل للكنائس دي بس. رغم ان طب احمد انت شايف ازاي يعني الخرائط دي كانت موجوده في هذه الكنائس والتفجيرات اللي بتحصل في هذه الكنائس؟ ما هو ربط طبعا بالموضوع. ربط بالموضوع. ربط. المؤامره اللي هي بتبقى يعني ايه زائد ان كان المؤامره مش مؤامره. لا زائد كمان ان كان في خرائط بتوضح تمركزات القوات المسلحه والكمان الموجوده في شمال سيناء. ولو حضرتك رجعت ل 2011 في احداث 25 يناير لما حصل اقتحام للحدود، كانت الناس كلها كانت مستغربه اشمعنى السويس هي اللي مولعه. اول الاحداث بدات في السويس، الجمهوريه كلها تقريبا 25 26 مفيش اي حاجه، اشمعنى السويس هي اللي مولعه؟ ايه اللي في السويس؟ فالكل كان مستغرب. الملفت للنظر يوم 26 ان كان في بعض رموز القوى السياسيه ورموز الاخوان موجوده في السويس، على راسهم صفوت حجازي. طب ليه سايب القاهره وموجود في السويس؟ بعد كده الناس عرفت ليه اشمعنى السويس هي اللي كانت مولعه. اشمعنى يا احمد بيه؟ محافظه السويس تحديدا او طريق القاهره السويس الصحراوي مخصص ليه وحده تامين خاصه بيه. وحده تامين خاصه بيه. فلما السويس تولع ايه اللي يحصل؟ قوه التامين دي كلها تدخل السويس، فيبقى الطريق من اول العريش لحد القاهره فاضي. عدي منه انت عايز تعدي منه. فاول ما حصل اقتحام للحدود ضربوا المعبر بالاربجيهات، وكان قبل ضرب المعبر كان في احداث او مناوشات حصلت على الحدود المصريه بقياده سياسي او ناشط زي ما بيسموهم من شمال سيناء اسمه مسعد ابو فجر، اللي هو حاليا يعد مراسل القنوات الاخوانيه في شمال سيناء. يعد حاليا مراسل القنوات الاخوانيه اللي هي الخارجيه في شمال سيناء، اللي هي بتحاول تتلاعب في مصر برضه. بالظبط. اتفضل. تمام. فالناس ديت لما دخلت ضربوا مقر امن الدوله في العريش، ضربوا مقر امن الدوله في رفح، ضربوا مقر المخابرات الحربيه، فقدروا ان هم يسحبوا حرس الحدود كله جوه. زائد ان كان الامن المصري ما كانش متوقع ان ده يحصل لنا من غزه. كان مستبعد. يعني الناس ديت احنا بنعمل لهم مؤتمرات هنا في مصر، وكانت المؤتمرات بتوصل للشوارع، بتلم لهم فلوس، بتلم لهم اكل، بتاخد ناسهم تدربهم عندك، والكلام ده مثبت. يعني السلطه الفلسطينيه اقرت الكلام ده، والسلطه الفلسطينيه نفسها الموجوده حاليا قالت فعلا ان في ناس من حماس دخلوا مصر، وتقارير كتير جدا اشارت لده، زائد ان الناس شافته في مصر. كويس. فنرجع تاني لموضوعنا. طب احمد بيه ما تيجي مع يعني
مع اهالينا في المحافظات حته التقسيم، واحنا معانا خرائط كتيره جدا النهارده بنتكلم عن موضوع التقسيم خارجيا وداخليا حوالين الوطن العربي كله. وانت النهارده بتتطرق لموضوع خطير جدا وهو التقسيم. ما تيجي نطلع نشوف الفيديو التقرير اللي معانا دون، ايه قصه التقسيم ومين اللي كانوا في المؤتمر في الخارج. هنشوف مع اهالينا عشان ما نحرقش التقرير معاكم. تعالوا نطلع نشوف الفيديو ونرجع نكمل حديثنا مع الاستاذ احمد فتحي الباحث في الشؤون الارهابيه وفي شؤون تقسيم الشرق الاوسط. Ahmed Salah from Egypt. It's of course a great honor to be here in the presence of Mr. President and Madam Secretary. I believe that we owe you a lot because you helped us start our movement back in 2004-2005. And we were hoping that there would be some change. And we were on the path that could have liberated Egypt and probably many other countries in the Arab world, even back, in the year 2005-2006. Thank you very much. Thank you. Well, let me say that if we let you down, it was not for a lack of trying to hold you up. Overthrew a brutal dictator who was a threat to peace and international security. We had direct means to insist upon and to structure and help the Iraqi people get directly to democracy. We tried to give the Egyptian people the tools that they needed to speak for their own freedom, was to give 50% of all American assistance for democracy promotion to groups that were not registered by the Egyptian government. That was right in the face, frankly, of the Egyptian government. And I don't want to embarrass my former boss, President Bush, but there's a reason that Hosni Mubarak never came back to the United States after 2004. Imagine that. The American president cannot get the Egyptian president to come to the United States. There's a reason. And it didn't have to do with the Israeli policy. It had to do with how we were dealing with the Egyptian revolution. And so we used the tools that we had. Just to give you one example of how much this is a double-edged sword, though, one of the things that we did was we took the free trade agreement with Egypt off the table in response to the crackdown on democratic forces in Egypt. It was one of the few tools we had. Is there more we can do? And frankly, in 2006, we were trying to sustain Lebanon. We were trying to sustain more democratic forces in Palestine. We were trying to sustain more democratic forces in places like Egypt and we were trying to give the Iraqis a chance. And so I hope that we at least laid the foundation for people like seeing the realization of some of those. أعزائي المشاهدين أهالينا في كل المحافظات، احنا شفنا التقرير مع بعضينا وإيه اللي حصل في المؤتمر في أمريكا ومين اللي كمان قدم نفسه هناك وقال إن هو سعيد جدا يبقى موجود في وسط هذا الحشد لتقسيم الشرق الأوسط وتقسيم الوطن العربي وتقسيم مصر بالأخص. يعني موضوع مش سهل، موضوع خطير جدا. أهالينا نخلي بالنا في كل المحافظات. برحب بيك يا احمد بيه مره ثانيه. وانت يعني احنا طلعنا شفنا التقرير، انت حضرتك ايه رايك؟ كنا قبل ما نطلع التقرير كنا بنتكلم عن موضوع التقسيم وايه اللي حصل من الزاويه الفلسطينيه، والنهارده بنشوف فيديو مش سهل لكن خطير جدا. والموضوع بمناسبه الفيديو ده، اتفضل. الفيديو ده كان مؤتمر كان عامله مركز جورج دبليو بوش. بعد ما طلع عمل المركز ده معني بالتطبيق العملي للنظريات مراكز ثينك تانك النظريه. وكان المؤتمر ده تحديدا كان بعنوان الحريه ودروس مستفاده بالشرق الاوسط. كان بتاريخ 26 مايو 2011. 26 مايو 2011 عشان التاريخ ده مهم جدا. وكان حاضر المؤتمر ده بس الكاميرا ما جابتوش جورج بوش، واللي كان واقف جنب. مين يا فندم اللي كان حاضر؟ جورج بوش، رئيس امريكا.
وهي بتتكلم حتى بصت شاورت عليه، اتفضل يا فندم. قالت انا مش عايزه احرج الرئيس الامريكي جورج بوش، اتفضل يا فندم. بس الكاميرا ما جابتوش. وكان موجود اللي كان بيكلمها واللي كان بيسالها احمد صلاح اللي هو مؤسس حركه 6 ابريل، وبيقول لها احنا بنشكركم على دعمكم لينا وبنشكركم على مساندتكم ان انتوا عملتوا لنا حركه 6 ثاني ابريل. دعم واني مسانده اللي امريكا عملتها لحركه 6 ابريل بعد تاسيسها؟ ما دعم ازاي يعني؟ يعني بتدعم ازاي الحركه يعني احمد؟ بتدعم بفلوس، بتدعم بتدريبات، بتدعم بتمويل، بتدعم بكل حاجه. طب 6 ابريل قالت احنا ما تمولناش من اي جهه ولا اي دوله. ده هو لسه قايلها حالا. نعم. اللي مؤسسها لسه قايلها. اتفضل يا فندم. ده اللي مؤسسها. اتفضل يا احمد بيه. لسه قايل احنا بقول لها بشكرك على دعمك لينا، بشكرك ان انتوا عملتونا. هيقول لها ايه تاني اكتر من كده؟ وكان المؤتمر ده واللي كان واقف جنب كونديليزا رايس جيمس جليسمان، ده وكيل وزاره الخارجيه لشؤون الدبلوماسيه العامه. فكونديليزا رايس لما ردت على احمد صلاح قالت له ايه؟ قالت له حاولنا منح الشعب المصري الوسائل التي يحتاجها ليتحدث عن حريته، وقمنا بمنح 50% من المساعدات الأمريكية لتعزيز الديمقراطية لمجموعات ليست مسجلة لدى الحكومة المصرية. وقالت إن كل ده كان صفعة على وجه نظام مبارك. كان صفعة على وجه نظام مبارك، اتقال في الفيديو. نعم. لسه قايلها حالا. وقالت إن أمريكا استخدمت الأدوات التي تمتلكها مثل أخذ الاتفاقية التجارة الحرة من على الطاولة من أمام مصر، ردا على حملة النظام ضد الديمقراطية. هي طبعا الديمقراطية اللي هي تقصدها اللي هي الحركات الاحتجاجية الممولة زي حركة كفاية والحركة اللي بيقودها الأستاذ أحمد صلاح، حركة كفاية بالظبط، حركة 6 ابريل. بالظبط. اتفضل يا فندم. حتى قالت في الفيديو ان مشكلتنا كانت مع الرئيس مبارك ان احنا بندعم، وقالت كده بمعنى ادق، بنصنع الثوره في مصر. نصنع الثوره في مصر. دي كونديليزا رايس اللي كانت مستشاره الامن القومي الامريكي في عهد جورج بوش، نعم، اللي هو كان يعد من اخطر الناس اللي حكمت الولايات المتحده. نسمع اهالينا في كل المحافظات. نخلي بالنا الكلام مش سهل. موضوع تقسيم الشرق الاوسط، موضوع تقسيم مصر، ده الكلام الحقيقي بننفرد بيه من برنامجكم عشان نشوف الرؤيه يعني يكون هناك وعي لكل اهالينا في كل المحافظات. اتفضل يا احمد بيه. وعلى فكره لما طلعوا متدربوا بره حصلت لهم تدريبات في امريكا وفي بولندا وفي صربيا وفي تركيا وفي قطر وفي لبنان. اتدربوا فيها على نظام الجراس روتس، او بمعنى ادق الحرب اللا عنف. حرب اللا عنف. ان انا ازاي اسقط الانظمه من خلال برضه برنامج تاني تدريبي اسمه جيل جديد. جيل جديد طبعا موازي او مؤيد للنظام الصهيوني. ان انا ازاي اسقط نظام بدون سلاح في الاول. يعني الحرب هتبقى حرب بالظبط، بدون اسلحه، بدون سلاح، اللي هم بيقولوا عليها القوه الناعمه. القوه الناعمه. اتفضل. القوه الناعمه ديت تم اعداد ليها مخططات لا تعد ولا تحصى، وهنرجع ليها دلوقتي. اتفضل. فاتدربوا على حرب اللا عنف جراس روتس، وكان ضابط الاتصال ما بين الشباب دول اللي راحوا اتدربوا كان هو جيمس جليسمان، وكان جين شارب اللي هو عمل كتاب كفاح اللا عنف. يعني ديت اللي كانوا بيتدربوا عليه حرب اللا عنف. وكان بعد التدريب كانوا بيسلموهم كتب لجين شارب، كان اسم الكتاب حرب اللا عنف. يعني هو نفس المسمى ونفس المصطلح. نعم. ان انا ازاي برضو اسقط انظمه. فلو جيت حضرتك اتكلمت تاني على المخطط هتلاقي ان اخطر مخطط بتاع برنارد هنري لويس. وانا بطالب من خلال حضرتك ان المخطط ده بالذات المفروض يدرس في المناهج العلميه. يعني احمد بيه بيطالب بهذا المخطط انه يدرس في المناهج داخل المدارس في جمهوريه مصر العربيه عشان يكون في توعيه كامله لاهالينا او لاولادنا في جميع المدارس وفي جميع الكليات عشان يكون عندهم الرؤيه الحقيقيه ايه هو المخطط اللي جاي
والتقسيم اللي جاي على مستوى الوطن العربي كله، يبقى ده رؤيه كلنا شايفينها ودرسنا، عشان احنا يا جماعه يبقى عندنا الوعي الكامل. يعني لو حضرتك واحنا بنتضامن مع احمد بيه. يعني لو حضرتك جيت لي المخطط ده بتاع بناردو هنري الرئيسي اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل الفاصل، الراجل ده شرح احنا ازاي بالظبط هنعمل في الدول العربيه وايه المطلوب منها. قال ايه؟ قال في لقاء صحفي مع وكالة الإعلام بتاريخ 20 مايو عام 2005، قال بأن العرب قوم فاسدون ومفسدون فوضويون لا يمكن تحضيرهم أبدا، وإذا تركوا لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتحضر بموجات بشرية إرهابية تدمر الحضارات وتقوض المجتمعات. ولذلك فإن الحل السليم للتعامل معهم هو إعادة احتلالهم واستعمارهم. ولذلك فإن الحل السليم للتعامل معهم تاني يا أستاذ هاني اعاده الاحتلال احتلال واستعمارهم. ولذلك فإنه من الضروري إعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية إلى وحدات عشائرية وطائفية، ولا داعي لمراعاة خواطرهم أو التأثر بانفعالاتهم وردود أفعالهم، ولا مانع عند إعادة احتلالهم أن تكون مهمتنا المعلنة هي تدريب شعوب المنطقة على الديمقراطية. تدريب شعوب المنطقه هي على الديمقراطيه اللي بيطالبوا بيها. ان تكون مهمتنا المعلنة. يعني ما يكونش عندهم لا رحمه ولا رأفه ولا يرجعوا لاي عواطف داخليه ايه اللي بيتم في التقسيم ويعني ايه يا احمد بالكلام ده؟ لا ده في كمان اخطر من كده. كان في برضو دراسة كان عملها ماكس سينجر اللي هو مدير معهد هيدسون للدراسات الاستراتيجية. كان المشروع ده عمله سنة 2002 وقدمه لوزارة الدفاع الأمريكية. الهدف من المشروع ده إسقاط الأنظمة الملكية في دول الخليج. اسقاط الانظمه الملكيه في دول الخليج وتشجيع الأقليات في الدول الشرق الأوسط، زي مثلا الأقليات الشيعية في العراق وفي سوريا وفي لبنان، الدروز في لبنان وفي سوريا، المسيحيين في مصر، لإقامة دول مستقلة ليهم بحجة الاضطهاد اللي احنا النهارده عشان يبقى هنا عنده المشروع بتاع التقسيم بيكتمل بالظبط كده بجزئيه الاقليات اللي موجوده. انما لو ما جاش من خلال الثورات الملونه تيجي من خلال حته الاقليات بالظبط كده. اتفضل. وبمناسبه الثورات الملونه كانت قالتها كوندريزا رايس في مؤتمر سنه 2005 تحديدا، كان في 23 مايو 2005 في منظمه الايباك. اتكلمت فيه عن الثورات الملونه وقالت المفروض الشعوب العربية تاخد الديمقراطية من الدول المحتلة زي العراق وزي فلسطين. اتفضل. ده اللي قالته كوندريزا رايس. تمام. بنفسها. تمام. وفي مارس 2003 جه الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ليزلي جليب عمل مخطط لتقسيم العراق. بس يعني كان المخطط ده في 2003 مارس 2003، يعني كان تقريبا بعد غزو العراق بايام بسيطه. ما تيجي كده نخش على فيديو كوندريزا رايس لتقسيم الشرق الاوسط عشان نكتمل مع حضرتك قصه. زمايلي بالاعداد يا جماعه لو سمحتوا ممكن نطلع بالتقرير ده سريعا مع احمد بيه كده ومع الساده المشاهدين. يلا نطلع نشوف التقرير يا جماعه. False choices in the Middle East. They have claimed that we must choose either freedom or stability, either democracy or security. They have said that the United States could either uphold its principles or advance its policies. But by trying to purchase stability at the price of liberty, we achieved neither. And we saw the result of that on a fine September morning. That is why President Bush has rejected 60 years of false choices in the Middle East. And as he said last week at the International Republican Institute, the United States has a new policy. Our principles are sound and our policies are We measure our success in the democratic revolutions that have stunned the entire world. Vibrant revolutions of rose and orange and purple and tulip and cedar. The destiny of the Middle East is bound up in this global expansion of freedom.
The days of thinking that this region was somehow immune to democracy are Working over. with our G8 partners, the United States has created the broader Middle East and North Africa Initiative to build partnerships with people in the region who are working for greater liberty. Nations all across the world are speaking a common language of reform, and they are helping citizens throughout the Arab media have even asked why the only real democracies in the Middle East are found in the quote-unquote occupied lands of Iraq and the Palestinian territories. What an incredible thought. Today, citizens in the region are demanding that their governments respond to this simple, audacious question. A vital source of inspiration for all of these reformers comes from the 30 countries helping the Iraqi people to defend themselves from murderers and terrorists. NATO is training Iraq's army officers, police forces, and civilian administrators. And next month, at the request of Iraq's new government, the United States and the European Union will co-host an international conference to build greater support for democracy. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين واهلينا في كل المحافظات، وعرضنا التقرير وعرضنا الفيديو. بشكر كل مراسليني وكل فريق العمل على مستوى انحاء العالم كله لهذه الرؤيه لاهلنا في كل محافظات مصر. ايه القصه في هذه المؤتمر الصحفي اللي عملته الهانم من امريكا عشان تقسيم الوطن او تقسيم مصر بالاخص وبدايه الثوره يناير 25. برحب بيك يا احمد بيه، وكنت معانا في التقرير. انت ايه رايك في التقرير ده؟ المؤتمر ده كان في 2005. اتفضل يا احمد بيه. اللي هو حصل في 2011. اتفضل. وبعديه برضه مباشره كان في لقاء صحفي معاها في جريده الواشنطن بوست بتاريخ 9 ابريل عام 2005. قالت رسميا ان الاداره الامريكيه هتتدخل في الشرق الاوسط من اجل نشر الديمقراطيه وحريه المراه، وان امريكا ستلجا لنشر الفوضى الخلاقه لرسم ملامح شرق اوسط جديد، اللي قالته بالنص في الفيديو. وقالت بالنص شرق اوسط جديد، وكررت نفس الجمله دي تاني برضه في نفس العام في يافا او تل ابيب المحتله. كان في احتفال هناك بشبكه نقل الطاقه الاسرائيليه وتوقيع تركيا مع اسرائيل بامدادها ب4 خطوط بترول. تركيا تمد اسرائيل ب4 خطوط بترول، ووقعت معاها الكلام ده. وكان المؤتمر ده كان موجود فيه يهودا المارت رئيس الوزراء، موجود فيه وزير البنية التحتية الإسرائيلي أو وزير البنية الأساسية زي ما بيقولوا عليه هناك عفوا بنيامين العذر. بنيامين ده العذر اللي هو كان مدير أو رئيس وحدة شكيد الإسرائيلية سنة 69 عفوا سنة 67 في حرب 67 عفوا. اتفضل يا احمد. اللي عملت اكبر مذبحه عسكريه للاسرى المصريين. اكبر مذبحه عسكريه للاسرى المصريين كانت على ايد الراجل ده، واللي عمل عليها بعد كده الفيلم الوثائقي اللي اسرائيل عملته. اللي عملته اسرائيل بتاع روح شكيد، ده كان القائد بتاع الوحده ديت. ونفس الكلام ده برضو قاله موشي علانون وزير الدفاع الاسرائيلي سنة 2008. قال ايه؟ قال ان الحدود التي ستشهدها منطقة الشرق الاوسط معدة من قبل، ولم تكون محض الصدفة، بل انها مبرمجة من قبل. كويس؟ اتفضل يا احمد بيه. وقال ايه تاني سنة 2010 في حضور مؤتمر القدس؟ قال لك علينا التغلب على الاسلام الجهادي لكي ننتصر في حرب الحضارات. يعني ايه؟ هو طبعا ما يقصدش الاسلام الجهادي اللي هو التطرف والارهاب، يقصد الاسلام بشموليته، ان احنا نحاول نصدره للعالم على اساس ان هو دين ارهابي. فعلشان نصدره للعالم نعمل ايه؟ لجأوا هنا لمخطط كان عامله ديك تشيني اللي هو كان نائب الرئيس الامريكي، وتحديدا كان نائب جورج بوش. ديك تشيني ده كان من اخطر رجال السياسه اللي جابتهم الولايات المتحده. فديك تشيني كان عامل فريق في جميع التخصصات، ولكن كان تركيز ديك تشيني على منطقه الشرق الاوسط. فديك تشيني كان عامل مخطط اللي هو الحزام الاخضر. المخطط ده اللي ابتدى فيه بريجينسكي
اللي هو كان مستشار الامن القومي لبيل كلينتون، وبعد كده كان نائب ليه، وبعد كده كمله ديك تشيني وكمل المخطط ده. مخطط الحزام الاخضر ده الهدف منه هو اختلاق كيانات ارهابيه بغطاء ديني، وهو اللي عمل القاعده. الراجل ده هو اللي عمل تنظيم القاعده. لو انت حضرتك بصيت لتنظيم القاعده هتلاقيه كان بادئ حركه مسلحه ملهاش اي علاقه خالص بالدين، ولا كانت حركه تكفيريه، ولا كان ليها علاقه، ولا كانت بتكفر، ولا كان الكلام ده كله. وبالمناسبه اللي عمل تنظيم القاعده هو عبد الله عزام. عبد الله عزام اللي هو كان مسؤول الاخوان في فلسطين، وبعد كده لما راح السعوديه واشتغل هناك في السعوديه هو عبد الله عزام هو ومحمد الاخوان في فلسطين، وبعد كده راح هو كان مسؤول الاخوان في السعوديه. هو تنظيم القاعده. طبعا يعني هناك مسميات. طبعا يعني هو نفس يعني الفكره بتاعتهم، لكن بيتغير. لو حضرتك رجعت لتنظيم القاعده والفيديوهات القديمه هتلاقيها كلها عبد الله عزام. اسامه بن لادن ده لسه اول امبارح. اسامه بن لادن دخل تنظيم القاعده لسه حديثا، مش هو اللي عملها. لا، ده كان في عبد الله عزام، وكان في محمد قطب، وكان في ناس اباطره من الاخوان هم اللي عاملين تنظيم القاعده. يعني هي بيتغير يعني المسميات بس. لا، وكمان ايمن الظواهري في كتاب بتاع حصاد 30 عام قال الكلام ده. قال ان احنا كلنا بدايتنا اخوان. دايما الظواهري اللي قال الكلام ده. كلنا بدايتنا اخوان. يعني هناك خطر موجود على ارض الواقع، ان عشان كنا في احد الحلقات كان لا، ده اللي مجنن اسامه بن لادن اللي فاتت ان يبقى في مصالحه بين الاخوان وبين الشعب المصري وحاجات زي كده. فحضرتك بتسلب مواضيع خطيره النهارده، ان بدايه تنظيم القاعده هي بدايه الاخوان في يعني الاشياء المسلحه على مستوى الوطن العربي كله. بص يا فندم، اتفضل يا فندم. لما اتعملت منظمه الاغاثه في تركيا اللي كانوا ماسكينها الاخوان، واخد بال حضرتك، الاخوان مش بتوع ان هم يمسكوا سلاح ويضربهم، ده الاخوان اجبن من كده. انا بتكلم على الاخوان اللي هم القيادات بيبعتوا العيال الصغيره ويعملوا بمعنى اصح كيانات مسلحه بس باسم مختلف عن جماعه الاخوان، زي حركه جهاد وزي الجماعه الاسلاميه. ولما يقعوا في المحظور يقولوا احنا مالناش علاقه بيهم. زي ما عمل حسن البنا بالظبط ايام قتل احمد ماهر وايام قتل النقراشي، لما طلع بيان وقال ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين، بالرغم ان التنظيم الخاص هو اللي عملها ايام محمود عساف وعم الجماعه دول. احمد بيه، عايزين يعني نرجع لموضوع القوى الناعمه، وده موضوع خطير وقوه خطيره جدا لا يستهان بها. بس احنا معانا تقرير، ما تيجي نطلع نبص للتقرير ده قبل ما نخش على موضوع القوى الناعمه. نعم حضرتك. زمايلي يا جماعه في الاعداد، تعالوا نخش على التقرير ده مع اهالينا في كل المحافظات عشان يكون في توعيه وفي رؤيه حقيقيه من خلال برنامجهم احداث الساعه، ونشوف القصه ايه. يلا نطلع للتقرير. The problem is not Islam. The problem is tyranny. And if we convince the decent Muslims of the world, the decent people of the world, the people who are in slavery, essentially, including in many of these states, the women, that we are on their side, we will ultimately prevail, just as we did in World Wars I, II, and III, the Cold War. As we do this, we'll close with this, we will make people nervous. We will make the Saudi royal family nervous. We will make the Mubarak regime in Egypt nervous. And if we succeed in freeing Iraq and then begin to turn our attention to the Syrias and the Libyas and the other rogue states and exert pressure for them to change, the Saudi royal family and the Mubarak regime will come to us and they'll say, we're very, very nervous. And our response should be good. We want you nervous. We want you to realize that now, for the fourth time in 100 years, this country and its allies, its democratic allies, are on the march. We are going to win, and we're going to win because we are on the side of those whom these regimes most fear, their own people. Thank you. ورجعنا لكم اهالينا في كل مكان على مستوى العالم كله
من خلال برنامجكم، وكنا قبل ما نطلع كنا بنتكلم عن موضوع القوى الناعمه وشفنا مع حضراتكم التقرير. برحب بيك يا احمد بيه مره اخيره، وكنا قبل ما نطلع للتقرير كنا بنتكلم عن موضوع القوى الناعمه، وشفت التقرير حضرتك معانا ومع اهالينا في كل العالم. انت راي حضرتك ايه؟ بالمناسبه اللي كان بيتكلم ده جيمس ويلسي، ده رئيس CIA، رئيس المخابرات الامريكيه. اتفضل يا فندم. ده رئيس المخابرات الامريكيه اللي كان بيتكلم ده، ومتهيألي كلامه مش محتاج تعليق عشان كان كلامه كان واضح يعني. واضح جدا. تمام يا فندم. محتاج ممكن اهالينا في كل مكان من كلامه كان واضح جدا حقيقي. وده مش اي حد بيتكلم، ده مدير المخابرات الامريكيه، وقبليه كانت مستشاره الامن القومي الامريكي بحضور الرئيس الامريكي نفسه. يعني انا ما اناش عارف يعني فاضل مين تاني يعني. طبعا كنا قبل ما نطلع كنا بنقول موضوع القوى الناعمه، والموضوع لا يستهان به على مستوى العالم كله. ايه هي قصه القوى الناعمه اللي بيحاول يبقى هناك حروب من خلالها؟ اخطر سلاح فتاك موجود عرفته البشريه هي القوى الناعمه. ايه هي القوى الناعمه؟ القوى الناعمه كل ما يوصل للعقل البشري بشكل مباشر من خلال الحديث ومن خلال الميديا، يعني من خلال الاعلام، من خلال الصحافه، من خلال الجرايد، من خلال اللي احنا بنعمله دلوقتي اسمه قوه ناعمه. اتفضل. ولكن في قوه ناعمه ايجابيه وفي قوه ناعمه سلبيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان جوزيف سومائيل وزير الدفاع الامريكي ورئيس مجلس الاستخبارات الوطني في عهد الرئيس الامريكي رقم 42 بيل كلينتون قال في مجله فورين افيرز التي تصدر عن مجلس الاستخبارات الوطني، عن مجلس العلاقات الخارجيه الامريكي، في عدد يونيو سنه 2004، قال ان القوه الناعمه هي الوسيله المناسبه لتحقيق المصالح الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط. وتحقيق المصالح الامريكيه معروف كويس جدا هي ايه المصالح الامريكيه، وهم مين؟ الامريكان اللي في الشرق الاوسط طبعا يعني. نعم. اللي هم الصهاينه. بعد كده جاء المستشرق اليهودي ديفيد ويرموز، وبالمناسبه لليهود برضه علشان في ناس بتحاول ان هي تفرق ما بين الصهاينه وما بين اليهود وما بين الاسرائيليين. انا مش عارف على اي اساس، ولكن وديت مش عنصريه، ولكن هم كلهم يعتبروا واحد يعني. واوسكار ليفي اللي هو يعتبر اشهر يهودي عمل كتاب في تاريخ البشريه بروتوكولات حكماء صهيون، قال كده في مقدمه كتابه: نحن اليهود لسنا الا ساده العالم ومفسديه ومحركي الفتن فيه وجلاديه. ده اول كلمه قايلها. نحن اليهود لسنا الا ساده العالم ومفسديه ومحركي الفتن فيه وجلاديه. جاء بقى المستشرق اليهودي ديفيد ويرموز مسؤول قسم الشرق الاوسط فريق ديك تشيني اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل الفاصل، نائب الرئيس الامريكي رقم 43 جورج دبليو بوش، قال سنه 2007 من ضمن خطتنا في المنطقه لابد ان ننتبه للاعلام، لان الاعلاميين العرب كلهم اعداء وكلهم ضد الساميه، وكلهم يمكن ان يشكلوا معسكر الخصم، فلا بد ان نجد اسطبلا من الاعلاميين العرب يشبه سفينه نوح. وان الاحصنه في هذا الاسطبل وظيفتهم ان يقولوا دائما ان سوريا وايران هما المشكله، اما الحمير فهم من يصدقوننا باننا نريد الديمقراطيه، اما الخنازير الذين يقتضون على فضلاتنا فمهمتهم كلما اعددنا مؤامره ان يقولوا اين هي المؤامره. الله. تعالى بقى نفسر يا احمد بيه المخطط اللي داخل القوه الناعمه وبالالقان اللي حضرتك قلته دلوقتي عشان اهالينا في كل مكان يعرفوا ايه معنى القوه الناعمه وايه اللي بيتقال. يعني انا شايف النهارده ان هم بيحاولوا ان هم يعني بيتلاعبوا بالالفاظ وبالحوار، ان هناك ليس هناك مؤامرات، وليكن بتبقى في مؤامره حقيقيه عشان يقولوا ان مفيش مؤامره. عايزين نفسر ده لمشاهدينا في كل العالم. ما لو حضرتك بصيت هتلاقي ان هو قايل الكلام ده عن الاعلام. ما لو حضرتك بصيت لاصل الاعلام يعني كان دايما اي مخطط حديث بيحاولوا ينفذوه من خلال الاعلام، والاعلام مش شرط القنوات وبس، السوشيال ميديا اعلام، الفيسبوك اعلام، تويتر اعلام، يوتيوب اعلام، كل حاجه من خلال شاشه من خلال موبايل هو اعلام. نعم.
فجميع المخططات او جميع التدريبات حتى اللي كانت بتحصل للشباب العرب اللي تم تجنيدهم في الدول اللي انا قلتها، صربيا ولبنان وقطر وتركيا وامريكا والمناطق اللي تم التدريب فيها، يعني بيحاولوا عمليه استقطاب كامل من خلال القوه الناعمه حوالين العالم كله، ازاي ان هم يروجوا للمؤامره الداخليه على مستوى الوطن العربي علشان يعملوا انفصالات. وعلى فكره حضرتك جيت ويبقى في تقسيم للدويلات بالظبط. واول ما عملوا انفصالات ابتدوا باوروبا نفسها، وبعد كده دخلوا في القرن الافريقي في الثمانينات. يعني مثلا لما دخلوا على الصومال وجم عملوا انفصال لاقليم سوماليلاند سنه 91 في 18 مايو 91. اول دوله اعترفت بهذا التقسيم او بهذا الاقليم كدوله مستقله هي اسرائيل. هي اسرائيل. طبعا اسرائيل هي الكيان الصهيوني ده بعتت مندوب رسمي ليهم على طول. كبيره وقصه غير يعني قصه عريضه جدا، موضوع المؤامرات والقوى الناعمه داخل البلاد وخارج البلاد وخارج الوطن العربي. طب احمد بيه، احنا معانا كميه خرائط كبيره جدا، لان طبعا الحوار كبير ويستدعي الى جميع حلقات كثيره من برنامجكم. احنا عايزين النهارده يعني نحاول نعرض زمايلي في الاعداد يا جماعه يحاولوا يجيبوا لي جميع يعني مجموعه من الخرائط الموجوده، ومعانا احمد بيه يحاول يعلق لنا على الخرائط. احمد بيه زي ما انت شايف اعزائي المشاهدين ان في خرائط على الشاشه متواجده، يعني واحنا بنشوف الخرائط. احمد بيه انت رايك في الخرائط اللي موجوده؟ ديت خريطه داوود الملك اللي هي خريطه اسرائيل الكبرى. يعني شوف حضرتك اسرائيل من قد كده. نعم. بقت اسرائيل يا جماعه زي ما انتم شايفين بقت قاره بقى موضوع بقى. يعني بالمناسبه اسرائيل مساحتها كلها مساحه اسرائيل 20000 كيلو 770 متر. 20000 كيلو 770 متر. اهلنا في المحافظات، اهلنا على مستوى العالم 20000 كيلو 770. الخريطه الثانيه يا احمد بيه. تمام. ديت اقليم الشمال كويس، وده المختص بالاردن لتقسيم الاردن، وتحديدا مش تقسيم الاردن، هم عايزين يصفوا الاردن تماما ويعملوا نظام هجره للفلسطينيين من فلسطين الى الاردن. واخد بال حضرتك؟ يعني الموضوع مش سهل وتبقى انتهت كده. طب الخريطه الثالثه احمد بكده مع اهالينا ديت شبه الجزيره العربيه والخليج. يعني بالمناسبه هو المطلوب من الخليج مش تقسيمه، هو المطلوب من الخليج تدميره تماما ومن ثم تقسيمه لثلاث دول. لثلاث دول الخليج كلها، الكويت قطر البحرين سلطنة عمان اليمن الامارات السعوديه، كل ده تدميره ومن ثم تقسيمه لثلاث دول. الدوله الاولى الرابعه. طب اقول لحضرتك الاول الخريطه اللي فاتت. الخريطه اللي فاتت سريعا كده. تمام. الدوله الاولى الدوله الشيعيه، ودي تضم الساحل الشرقي لشبه الجزيره العربيه بما فيها الكويت والامارات وقطر وعمان والبحرين، دي تبقى دوله شيعيه. دوله نجد السنيه، ودي هتبقى عاصمتها مدينه الرياض، وتكون حدودها من الشمال العراق، من الجنوب بحر العرب واجزاء من سلطنه عمان، من الشرق دوله الاحساء الشيعيه، الغرب دوله الحجاز، وبعد كده دوله الحجاز السنيه. تمام. دي هتكون عاصمتها مدينه مكه المكرمه، ودي هتكون حدودها على الساحل الغربي لشبه الجزيره العربيه، ويحدها من الشرق دولة نجد السنية، ومن الغرب البحر الأحمر، ومن الجنوب بحر العرب، وبعد كده تضم ليها اليمن الجنوبي. يعني اللي بيحصل النهارده في اليمن اللي هو التقسيم. الخريطة الرابعة والأخيرة معانا أحمد بيه. ديت جنوب السودان. يعني موجود حتى على حضرتك هنا على يمين الشاشة دارفور اللي هو بالفعل ابتدى يعد في التقسيم. الجنوب اللي فعلا تم تقسيمه سنة 2011. تمام. والشمال برضه هيتقسم لدولتين. تمام. على اساس ان السودان يتم تقسيمها ل4 دول. تمام. احمد بيه، يعني انت قعدنا النهارده، ولو قعدنا اعدادنا من الحلقات كتير، يعني الموضوع ياخد بضع من الحلقات. انت نورتني النهارده. الله يخليك في برنامج احداث الساعه، برنامج الشعب والى الشعب، وطبعا هيكون لينا لقاءات يعني كثيره ان شاء الله الفتره القادمه، لان الملف كبير مش صغير، ملف خطير، وبنحاول ندي توعيه كامله لاهالينا على مستوى الوطن العربي كله، لان لو حصل التقسيم كنت منورت. الله يخليك يا فندم، شكرا جزيلا. مصر بلدنا، مصر جميله، مصر الكبيره، مصر العظيمه بشعبها الاصيل، بمؤسساتها، بجيشها، بشرطتها، بقضائها، باهالينا في كل مكان على مستوى العالم. مصر هي الواجهه الحقيقيه للوطن العربي كله، وعمرها ما هتتقسم
مهما يكون في مؤامرات، حتى لو بيعدوا من المؤامرات مؤامرات مش هتتقسم. عارفين ليه؟ لان في رجال رجال بيحاولوا على حماية هذا الدولة وحماية الوطن العربي كله، سهرانين حقيقي. بلد عمرها ما هتتهز مهما يكون فيها ثورات، مهما يكون فيها من المؤامرات. واحنا بنحاول من برنامجكم برنامج الشعب والى الشعب من خلال الشاشة احداث الساعة بنحاول نديكم التوعية والرؤية. وكان معانا ضيفكم العزيز علينا وكان خفيف علينا النهارده، ويا رب نكون حاولنا وصلنا لحضراتكم العديد من المواضيع الحقيقيه عشان اهالينا في كل مكان يشوفوا ايه اللي كان وما زال ايه اللي بيحاولوا يعملوه في الوطن العربي كله وبالاخص ارض الوطن العزيزه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شرفتني يا احمد بيه. اهلا